السلام عليكم متتبعين شيوات سوسو، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اولا عواشركم مبروكه، والله بلغنا رمضان يا ربي حنا وياكم والمسلمين اجمعين، لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي. بمناسبه شهر رمضان ودائما في هادشي ديال المعسلات ضروري خاصني يكون عندنا العسل. جبت لكم طريقتي الرائعه يعني كنقولها وكنعاودها: عسل بلا كوكوت بدون طنجرة الضغط، ناجح 100%. اللون الرائع والمذاق ديالو اروع، القوام ديالو هو هذاك يعني في القياس. شوفوا كتشوفوا الشكل، القوام ديالو، اللون ديالو يعني رائع. هذا العسل كيف اللي قلت لكم راه بلا طنجره الضغط، مولفين كنديروا في الكوكوط، وكاين اللي كاين اللي كيفوت ليه فيه الطياب، وكاين اللي كتفتحي كتلقايه باقي ماشي هو هذاك. يعني انا غير في جميله عاديه. شوفوا القوام، يا سلام يا سلام. بقاو معايا حتى نهايه الفيديو باش نوريكم طريقه التحضير ديال هذا العسل والمكونات ديالو اللي هي بسيطه، ديال اي عسل كتصايبوا. شوف بحال اش كيجي، يعني راه زوين كيف اللي قلت لكم، ويمكن لكم الاحتفاظ به لاطول مده، ما كيتسكرش. يعني ماشي داك العسل غير كتفوت عليه واحد الشهر ولا شهرين كيبقى في القاع ديال القلعه ابيض سنيده. الا كونوا على يقين هذا ما غاديش يدير لكم بحال هكا. اول شيء عندي 3 كيلو ديال سنيده، 3 كيلو ديال سنيده. عندي ايطرو ونص ديال الماء، واحد 3 طروفه ديال الحامض، وجوج عواد كبار ديال القرفه. غنشد كيف اللي قلت لكم جميله، ماشي طنجره الضغط، جميله عاديه. كبيت ليترو الاول وغادي نزيد نص ليترو. الا غديروا 2 كيلو غديروا ايترو من الماء. بالنسبه للمغرب كديروا قالب السكر، كديروا قالب ديال السكر، كديروا فيه ايطرو ديال الماء. انا هنا بغيت الكميه شويه تكون زايده، درت 3 كيلو، يعني 3 كيلو ديال سنيده كتعطي خاصها ايطرو ديال الماء فاش كطيب. كبيت الكيلو الاول، وزدت الكيلو الثاني، وزدت الكيلو الثالث. كنحرك واحد التحريكه هكا مزيان حتى نعرفها راه يعني ما لاصقاش ولا مكركبه في القاعده الجميله ولا متحبه. صافي غادي نزيد هاد جوج المكونات اللي هما الحامض، فقط الحامض والقرفه. 3 طرفه ديال الحامض، طبعا الحامض راه مغسوله ومقطعه، وجوج عواد القرفه حتى هما مغسولين، اي شي حاجه انا كنغسلها. صافي كنحطهم، ما زدتش فيه لا اتاي ديك الكموسه ديال اتاي ولا شي نكهه اخرى نهائيا. مباشره كنحطو فوق البوطه. الماء اللي درت الاول راه ماهوش دافي ولا سخون، الماء بارد من الروبيني، حطيته فوق البوطه. البوطه على هذا القياس، يعني تكون في الاول العافيه مجهده، وانتم واقفين حدا وكتحركوا غير مره كضربي دوره وكترجعوا تحركوا باش ما كينزلش لكم السنيده تلصق لكم في القاع ديال الجميله. هنا في هذه المرحله يعني الثانيه تقريبا، من بعد واحد 20 دقيقه كيبان لكم انه بدا كيتبخ، يعني كيبربر، حنا كنقولوا كيبربر. كيتبخ. غادي تنقصوا عليه البوطه، يعني تنقصيها تخليها غير شويه، يعني شويه، يعني يعني بحال غطيبي شي حاجه قليله، غتشحري شي بريريد ديال اتاي، كتنقص عليها وكتبقاي تدوري مره كتحركي، مره كتحركيه. يعني هاد العسل تقريبا عنده ساعه و40 دقيقه، ساعتين قل ربع. هو راه هذا هو السر ديالو، باش ما طاب مزيان راه ما كيبقاش يجمد ليكم ويولي كيف اللي قلت لكم بحال سنيده. مره قلت لكم انا كنحرك، راه كيعطيك القوام هاد الحامض. ملي كتشوفيه اللون ديالو غماق يعني، ولا قريب يولي اللون ديالو مكراميل، راه كيكون العسل صافي وجد. هنا مازال واحد شويه، حركت غطيته، هو البوطه راه ناقصه، هو كيتبخ، ما كيفيض ما والو، واخا داير عليه الكاميلو مخليه هذيك الكشاره ديال الخشب هي باش كنحرك. هنا صافي هذه هي المرحله الاخيره. يعني بان لي انه صافي هذا هو القوام اللي بغيت ليه ديال العسل، يعني راه اللون ديالو والحامض حتى هو راه تبدل اللون ديالو. القوام هو هذاك، يعني ماشي جاري ماشي خاطر باش ما يفوتش عاوتاني فيه ويتحرق. هنا صافي غادي نطفي عليه البوطه ونخليه حتى للصباح. انا هاد العسل درتو في الليل مع شي 12 تقريبا، ل 11 بديتو ديال الليل، الوحده ل 12 ونص ولا الوحده قل ربع طفيت عليه، خليته حتى الغد لي مع الصباح حتى ل 11 ديال النهار. عادك جيت ساليت ليه جبدته، وها هو القوام ديالو كي داير روعه، يعني خاتر ثقيل،
اللون ديالو زوين. هنا غندير واحد الصفايه نحيد هذاك القرفه، هذوك العواد ديال القرفه. راه هاد القرفه زوينه جديده طالقه، المذاق ديالها راه قلت لكم جا مذاق زوين، واخا ما درت حتى شي حاجه اللي كتنسم ولا اتي على اللون، وراه اللون ديالو روعه. حيدتهم درتهم في واحد الصفايه، غنزلهم في واحد الزليفه حتى يستقطروا على خاطرهم باش نشوفوا العسل كي داير. هنا هاد العسل هذا راه ملي كيقول لك على هاد القوام هذا بلا ما تسخنوا. ملي تبغوا ديروا الشباكيه راه هي الشباكيه كتكون سخونه، غير كنزلوها فيه هو كيطلق الراس وكيولي خفيف. بغيتو تدفوه واحد شويه ماشي مشكل. هذا هو القوام. ملي كيكون العسل ثقيل راه كيلصق في الشباكيه احسن، ماشي بحال العسل اللي كيكون خفيف دغيا كتقطر وكتنشف. المهم هذه فكرة ديالي أنا، وهذه هي الطريقة ديالي دائما في تحضير العسل، وناجحة وشحال من وحده اللي كديرها من صحاباتي بهذه الطريقة هذه وكتشكرني عليها. نتمنى حتى نتوما ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتنجح معكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعة مرة أخرى. اللهم بلغنا رمضان يا رب، احنا وياكم والمسلمين أجمعين، لا فاقدين ولا مفقودين. ما تنسونيش من لايك وتعليق. شكرا للمتابعة ديالكم دائما. إلى اللقاء وموعدنا فيديو قادم إن شاء الله.